Et venez parler. Dites-moi, pourquoi vous sifflez? وأن نعترف بأن وضع العلاقات بين البلدين غير طبيعي وغير مقبول. استغل حادثة زلزال المغرب وعرض مساعدته، إلا أن المملكة ردت عليه ومن طلب منك ذلك، ليؤكد أنه يريد زيارة الرباط والوقوف إلى جانبهم ليغلق الملك محمد السادس الهاتف في وجهه. فما السبب وراء غضب المغرب من فرنسا؟ وهل بات الديك الفرنسي يسعى لاستعادة أمجاده مرة أخرى في شمال أفريقيا بعد طرده من غربها؟ وما هي العلاقات المغربية الفرنسية في الوقت الحالي؟ المغرب تغلق أبوابها في وجه المساعدات الفرنسية، فما السر وراء ذلك؟ مع وقوع كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية قبل أسابيع، إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان كغيره من الدول التي أبدت رغبتها في تقديم الدعم والمعونات للشعب المغربي، إلا أن المملكة كانت لها ردودها على الديك الفرنسي، وهذه الردود جعلت من صاحب الإليزيه يترنح في سياساته الخارجية، بل دفعت مستشاريه لإعادة حل تلك المشكلات التي سببها ماكرون. وفي هذه الحلقة سنعرض لك عزيزي المشاهد أبرز محطات الخلاف بين فرنسا والمغرب. بعد أن استقلت المغرب عن الاستعمار الفرنسي لها منتصف القرن الماضي، وحتى باتت تسعى للعمل خارج الإطار الأوروبي، رغم أن غالبية شعبها بات ذا طباع فرنسية نتيجة تأصل تلك الطباع فيهم منذ فترة الاستعمار الفرنسي لبلادهم، إلا أنهم رفضوا التدخل الفرنسي في محنتهم وزلزالهم الذي دمر الكثير والكثير من مدن المغرب، بل وتذكر المغاربة نقاط الخلاف الواضحة بين فرنسا وبينهم. ينتقد المغرب فرنسا لعدم انضمامها إلى موقف الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين اعترفتا بأن الصحراء الغربية مغربية، التي تعتبرها الرباط قضية وطنية، بينما تعتبر إسبانيا أن خطط الرباط التي تقترح حكما ذاتيا تحت سيادتها هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع. هذا ويرى خبراء أن المغرب تبعث برسالة لفرنسا أنها ترغب في إحاطة نفسها بممالك صديقة بدلا من الاستعانة بفرنسا التي تقيم علاقات جيدة مع الجزائريين على حساب المغرب. فيما يؤكد بعض المحللين أن ملف برنامج بيغاسوس الذي اتهمت وسائل إعلام ومنظمات الرباط باستخدامه ضد شخصيات منها شخصيات فرنسية رفيعة كماكرون لم يؤكد الإليزيه الاختراق كما نفاه المغرب هو أحد الأسباب بلا شك. وكان المغرب قد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي Forbidden Stories والعفو الدولية بتهمة التشهير على خلفية اتهامه بالتجسس في ملف برنامج بيغاسوس. وكانت إذاعة فرنسا قد أفادت أن ملك المغرب محمد السادس ومقربين منه على قائمة الأهداف المحتملة لبرنامج بيغاسوس الذي استخدم للتجسس على صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين. ثم يأتي ملف التأشيرات إلى فرنسا التي خفضتها باريس إلى الحد الأدنى ردا على عدم التعاون في مجال الهجرة، وهو إجراء اتخذته كذلك بحق الجزائر وتونس. وقد وصفت الرباط حينها القرار بأنه غير مبرر وأثار سخطا في المملكة، حيث أدانه نشطاء حقوقيون ومثقفون ووسائل إعلام محلية. وكانت باريس قد قررت تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال. هذا ويربط عدد من المغاربة بين الأزمة مع فرنسا وبين علاقات هذه الأخيرة مع الجزائر. تجاوزت الجارة الشرقية للمغرب أزمة كبيرة مع فرنسا بسبب تصريحات ماكرون حول عدم وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار.
وفي رده على رفض المغرب لمساعداته، قال ماكرون خلال رسالة مصورة خاطب فيها الشعب المغربي: من الواضح أنه يعود إلى جلالة الملك والحكومة المغربية بصورة سيادية بالكامل تنظيم المساعدات الدولية، لذا نحن بتصرف وفقا لخيارهما السيادي.